السلام عليكم متابعين هدهد للطبخ. بما ان الجو حار حبينا اليوم نسوي شي بارد، فراح نسوي انا وياكم الازبري. المقادير مالته هو لتر مي، ونخلي عليه كوب وربع من الشكر، ونخلي عليه ملعقة ونص من اللامندوزي، ملعقة شاي طبعا، هاي ملعقة ونص من اللامندوزي، ونخلي ملعقتين شاي من هاي اللي هي الثعلبية او قسم يسميها السحلب، بس احنا اللي متعارف عليه اللي معروفة عندنا الثعلبية. خاشوقتين شاي، ونخلي اقل من نص خاشوقة الشاي لون الازبري، وقطرات من الطعم. هذا لا تخلون منه هواي لان يسوي الطعم حاد كلش. وهسه نخلطهم. طبعا المي هنا أنا خليته كلش بارد. هسه نخلط. طبعا نبقى نخلط لحد ما نشوف الشكر كلي تماع، وحتى يعني نبوع على الازبري مالتنا يتحول من سائل الى شويه ثخين. وهسه نرجع النار نخلط. طبعا يحتاج الخلط مالته من 3 إلى 4 دقائق. ورا ما كملنا خلط، هسه نجيب اي شيء متوفر عندكم، جدرية، طاسة، بس المهم تكون اما ستيل او فافون. انا مود يجمد بسرعة عندنا. نخليه بيه كمرحلة اولى. بعد شوف السخن مالته، شوف السخن مالته شلون ثخين. هسه دا اراويكم السخن مالته، شوف السخن مالته شلونه. طبعا هسه ايش راح اسوي له؟ راح اخليه بالمجمدة. ما اقدر اقول لكم الوقت ايش قد، بس هو يحتاج من 3 ساعات الى 4 ساعات اجي القاه تقريبا جامد. وبعدين ارجعه هم نفس الشيء بالخلاط اخلطه، وبعدين اقدمه. انا طبعا وياكم خطوه بخطوه، بس هسه دا اشرح لكم انه هسه احنا ايش راح نسوي له كخطوه اوليه. هسه راح اخليه بالمجمده، ورا ما يجمد هم راح اراويكم شنو راح اسوي له. وهنا بعد ما جمدناه وتقريبا فات عليه 5 ساعات، شوف شلون جمد. هسه راح ارجعه بالخلاط واخلطه مره ثانيه، احطه بالخلاط كله وارجع لكم. وهنا راح نبلش نخلط. نكمل خلط ونرجع لكم لان الصوت كلش عالي. وهسه هنا بعد ما كملناه، خلط نديره باي قلاصه. شوف السخن مالته شلونه. تيجي تاكلونه هيجي بعد هذا الشيء راجع لكم، او تيجي تجمدونه بعد اكثر عادي، يعني يتجمد هسه بعد هيجي بالقلاصات، او تيجي تاكلونه هيجي شيء راجع لكم. سهل ونظيف وسريع وبسيط. شوف السخن بعد ثخن كلش ثخين كأنه. وهذا شكله النهائي، وألف ألف عافية. مع السلامة.